الزمالك يخسر من زد 2-1. الواحد جه يتفرج على الماتش ده هيكتب العنوان ان اسوريو بيعيش في عالم الاحلام. حرفيا اسوريو عايش في عالم مش مع الزمالك خالص. اسوريو فكر نفسه شغال مع مانشستر سيتي. احنا عرفنا ان انت كنت مدرب مع جوارديولا، كنت مدرب حلو فشخ، وكنت مع المكسيك وربنا عارفين ده كله، بس في حاجه اسمها واقعيه، في حاجه اسمها العب على قد امكانياتي، في حاجه اسمها انا عارف امكانيات اللعيبه اللي عندي فالعب على قدها، في حاجه اسمها مش عارف ابني كوره، عندي دفاعي بايظ، عندي جوده لعيبه في الدفاع زي الزفت، عندي مدافع كل ماتش بيلبسني جون، عندي يعني انا عارف ده كله. المفروض اعمل ايه بقى؟ ما كبرش دماغي وقد ان انا العب على الخطه واقول هتيجي، مش عمرها ما هتيجي. انت ما عندكش لعيبه زي اللي في مانشستر سيتي، ما عندكش لعيبه زي اللي بتخش المدافع اللي بيتحول نص ملعب، مدافع اللي بيخش كام في 18، ما عندكش انت ده. يبقى العب على قد امكانياتي. العب ايه؟ العب زون ديفنس، اتكتل كل لعيبتي ورا، العب على هجمه مرتده حتى لو هكسب من ضربه من كره ثابته. بس ايه فرحتي اللي انا بعمله لما اروح ب5 كور على الجون، اروح بغرازه هجوميه الدنيا اللي انا بعمله قدام بترد عليا ورا ب5. يعني لو عملت احط 5 اجوان بترد عليا ب10. فبقى ايه الفكره بقى؟ انت عرفت ان اللعيبه اللي في الزمالك جودتها كلها زفت، فالعب على قد امكانياتي. دي مش عيب، مش عيب ان انا اعرف امكانيات فريقي ايه والعب على قده وهكسب برضه. فرقه مش محتاج اتكلم على فرقه بقى كمدرب، فرقه كان معاه لعيبه زي دي بالاضافه ان امام عاشور مثلا والونش كان رجع، هم دوما بس، وعمل ايه؟ كان بيكسب كل ماتش. بس ليه؟ لان عارف امكانيات فريقه. كان عمرك شفت فرقه كان بيطلع الماتش مثلا 20 هجمه؟ والله بالعكس، كنت ممكن تلاقي الفرقه قدامه عامله هجمات اكتر منه، بس هو اللي كسب لانه عرف ياخد اللي هو عايزه من الماتش، عرف انا عايز انزل الماتش اعمل ايه. انما اسوريو كده، اسوريو عايش في عالم الاحلام، اسوريو عايش بره والله، من كتر ما هو عايز يطبق الكره حديثه. فمش عارف، نفسي افهم انت شفت ايه في دفاع الزمالك عشان تخليه 3 يا معلم. انت بتلعب ب4 بيراعوا عليك، بيتراع عليك انفرادات الدنيا، بتخليه بتلعب ب3. طب ازاي؟ طيب اقنعني. انا مش فاهم. اي يوم زياده اسوريو هيقعدوا في الزمالك هيبقى اقسم بالله بضرر. اسوريو مدرب حلو وكبير وعنده فكر حلو، بس المرحله دي مش وقته في الزمالك، المرحله دي مش بتاعته خالص خالص. انت عايز مدرب عارف امكانيات فريقك. ما بحبش انا المدرب اللي بيفضل يلعب زي جوارديولا وهلعب 3-4-3 ومش عارف ايه و5-6-7 وهطير ونجات وباصي وبتاع، وانا بخسر كل ماتش. بعمل 20 هجمه قدام بحط منها جول بترد عليا بقى ب5 تجوان. طب يا فرحتي بقى. فما ينفعش اللي بيحصل ده. والله انت مدرب حلو بس ده مش وقتك في الزمالك. عايزين مدرب عارف عايش معانا، مدرب عارف اللي في الزمالك حرفيا، عارف ايه كل اللي في الزمالك عشان يلعب على قده. لو هلعب زي غزل المحله، لو بشوف، لو بقول لك العب زون ديفنس يعني ومش هطلع باي كره غير مرتده، انا موافق بس اكسب، اخد اللي انا عايزه من الماتش. بعد كده بقى لما القيد يتفتح وابني فريق زي الناس، اعمل كل اللي انت عايزه بقى، طير باكات والعب ب3 ودخل باك في خط النص ومهاجم تاني ومهاجم وهمي، واعمل كل اللي انت عايزه. انما حاليا اللي بيحصل ده عبث والله. اسوريو مش عايش معانا حرفيا، مش هينفع. زي ما انا قلت قبل كده في فيديو قبل كده، انا ما عنديش مشكله الزمالك هينافق. انا قلت ان الزمالك على ما يرجع من السنه هيحتاج 4 سنين، والله ما عندي ادنى مشكله. انا اتمنى انه ينافس بدري، بس الواقع 4 سنين او 3 سنين. طب اعمل ايه بقى؟ الاداره الجديده اللي جت دي الحمد لله الاقي بقى منها شغل. ازاي؟ اقوم معين بقى يا معلم مدير كوره، اعين في كشافين في الدوري المصري، كشافين في افريقيا، كشافين بره، ما فيش مشكله عادي. بس اكون عارف في لجنه للكوره، في لجنه هي اللي بتدير الكوره، ومش اي مدرب ومش اي لاعب هيخلص عقده ويتجدد معانا عشان ما لا، ده نص السكواد اللي في الزمالك عايز يمشي. فانا ليه اتعب نفسي مع مدرب هو حلو والله ما اختلفنا عليه وعنده فكر حلو، بس مش مرحلته. المرحله اللي جاي فيها وحشه، وهو مش مدرب مرن اللي هو يعرف يغير بقى التكتيك بتاعه للفرقه عايزاه. لا هو مش كده، هو مدرب عنده، هو ومن اللي واضح اللي هو بيعمله عنده فكر واحد اللي هو الكره الحديث. طب الكره الحديثه اللعيبه مش مساعداه، انا هفضل العب بيه، فده غلط. هخسر كل ماتش، هعمل 500 هجمه بس هخسر.